بعد كل ده بتصدق مراتك؟ الله يسامحك يا ابني، الله يسامحك. والله يا امي يعني انا مش عارف بجد انا عملت كده ازاي. يعني انا متاكد ان دي كانت لحظه شيطان مني وانا غلطان بجد غلطان. يعني ما تزعليش مني والله، حقك عليا، انا اسف والله اسف. يعني انا عارف ان انا كنت قاسي قوي في اللي انا عملته وما كانش ينفع كده، بس هي كانت السبب. يعني بجد هي ما اعرفش بجد ليه عملت كده. انا بجد عرفت الحقيقه وشفت كل حاجه بعينيا. مش عايزك بجد تزعلي مني والله. يعني انت رجليكي فوق دماغي والله، فوق. مش عارف اقول لك ايه بجد. دمعتك دي غاليه عليا، وانا بجد يعني هصلح كل حاجه وهطلقها دلوقتي لو الحاجه دي بجد هتريحك. وانا اصلا مش قادر اكمل معاها بعد اللي انا عرفته. حقك عليا يا امي بجد، حقك عليا. بلاش خراب البيوت يا حبيبي، ربنا يهديها وتعرف غلطتها وتعرف اللي بتعمله مع حماتها ده اكبر غلط. والحمد لله اني انا يكفي عندي ان انت ابني اللي عرفت الحقيقه، عشان انت كنت ظالمني قوي يا احمد وجيت عليا، ويصعب عليا منك قوي 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 انك تعمل كده في امك. فالحمد لله يا رب، الحمد لله، بشكر ربنا ان انت عرفت الحقيقه يا ابني. بس بالله عليك بلاش خراب البيوت، وانده لنسمه وعرفها ان انت عرفت الحقيقه وربنا يهديها. وانا كده كده حبيبي هقعد معاكم يومين واروح اقعد في بيتي. لا يا امي مش هتروحي في حته، هتفضلي معايا. وهقول لك حاجه، انا كده كده هجيبها دلوقتي واتكلم معاها واعرفها ان انا عرفت كل حاجه. يا نسمه، يا نسمه.